مقتطفات من كتاب سندريلا سيكريت هبة السواح. قريت مرة قصة جميلة جدا عن بنت راحت تشتكي لباباها ان الحياة وحشة والظروف مش مساعداها تعمل اي حاجة، وتعبت من كتر المشاكل اللي هي فيها طول الوقت. باباها مردش عليها، خدها كده من ايديها ودخل بيها المطبخ، جايب 3 حلل، ملا ال3 حلل دول مية وحط ال3 على البوتاجاز. اول ما المية غليت راح حط في الحلة الاولى بطاطس، والحلة التانية بيضة، والحلة التالتة حط فيها بن، وسابهم شوية حوالي 20 دقيقة يغلوا، وبعدين طفى البوتاجاز. طلع البطاطس في طبق والبيض في طبق والقهوة في كوباية. قال لبنته انتي شايفة ايه؟ قالت له شايفة ايه؟ شايفة بطاطس وبيضة وقهوة. قال لها بصي كويس والمسي البطاطس. لمست البنت البطاطس لقيتها طريت عن الأول. أول ما حطها طلب منها برضو تبص على البيضة، لقيت البيضة بقت مسلوقة. طلب منها تبص على البيضة، لقيتها بقت مسلوقة. قال لها طب بصي على الكوباية كمان، لقيت قهوة ريحتها جميلة جدا. ابتسمت وقالت له يعني ايه يعني الكلام ده يا بابا؟ طبعا انت جه في دماغك دلوقتي ان اللي كان بابا واحدة فينا كان هيقول لها خلاص خشي بقى بطلي شكوى وخشي انجزي واعملي لي فطار، لكن طبعا ما كانش ده قصده خالص. الاب خد بنته وشرح لها، قال لها بصي البطاطس والبيضة والبن اتحطوا في نفس الظروف نفس المية المغلية، بس كل واحد فيهم كان رد فعله مختلف. البطاطس كانت الأول قوية، بعد المية المغلية بقت طرية وضعيفة. البيضة كانت الأول ضعيفة جدا وبتتكسر بسهولة، إنما بعد المية المغلية بقت قلبها أقوى. وكمان لو بصيتي للبن كان مميز جدا، لما دخل في المية المغلية غيرها أصلا وعمل منها حاجة تانية جميلة جدا اسمها قهوة. انتي بقى مين فيهم؟ بطاطس ولا بيضة ولا بن؟ لما بيحصلك مشاكل في حياتك رد فعلك بيكون ازاي؟ بتضعفي ولا بتقوي ولا بتاخدي الظروف دي اصلا وتعملي منها حاجة جميلة جدا؟ المشاكل هتفضل وهتفضل تحصل حوالينا وهتفضل تحصل طول ما احنا عايشين، لكن الحاجة المهمة فعلا ان المشاكل دي لما تحصل ما تحصلش جوانا. سندريلا قبل كده اختارت ان هي تكون سلبية قدام استغلال مرات ابوها، اختارت طريق الضحية الضعيفة المغلوبة على امرها، سمحت للي حواليها يكسروها ايا كان مبررها، بس يوم ما لجأت لاشجان كان اول مسؤولية فعلا تشيلها واول اختيار مختلف بتختاره لحياتها. انا اخترت يعني انا مش ضحية ولا مفعول به، يعني انا مسؤول عن حياتي، فايه اللي بعمله في حياتي صح وقررت ازوده، وعارفة ايه العادات والتفكير الغلط وقررت اغيره. انا مسؤولة عن حياتي وعن سعادتي مش اي حد تاني. طب انا مسؤولة عن حياتي وسعادتي، اعمل ايه بقى عشان ابقى سعيدة؟ قبل ما نفكر لازم كلنا نجاوب على السؤال ده. ايه اكتر جوانب في حياتك مش راضية عنها؟ وايه اللي انا بعمله غلط ومحتاجة اصلحه؟ طب ايه اللي انا بعمله كويس ومحتاجة ازوده؟ طب لو قررت ان انا هتحمل 10% زيادة من مسؤوليتي تجاه حياتي، ايه القرار اللي ممكن اخده؟ كل دي اسئلة لازم نجاوبها بينا وبين نفسنا. يعني ايه سعادة ونلاقيها فين؟ كتير مننا بيتخيل ان لو الظروف اللي حواليه اتغيرت هيبقى سعيد. انا بس لو جوزي بيقعد معايا اكتر، انا بس لو نجحت، انا بس لو مرتبي يزيد، انا بس لو خلفت، انا بس لو اتخرجت، لو سافرت، لو نجحت، لو قناتي مثلا كبرت، انا لو المشروع الفلاني نجح. فاكر ان هو ده اللي هيسبب له النجاح. طب السؤال، هل مثلا النجاح او الوصول لانجاز معين ده مقياس هو للسعادة؟ بمعنى تاني، تعرف حد ناجح جدا بمقياس الناس وعامل انجاز كبير جدا بس مش سعيد؟ ايه قيمة ان انا اكتب كتاب كل الناس تنبهر بيه ويكسر الدنيا لكن انا مش سعيدة؟ ايه قيمة ان يكون عندي احلى زوج في الدنيا بس انا برضو مش سعيدة؟ الفكرة كلها ان انت تبقي عارفة ان السعادة دي اولا رزق، رزق من عند ربنا. ثانيا ان السعي ليها بيبدأ من جوه لبره مش العكس، يعني لازم انت تبقي من جوه الاول راضية، تبقي راضية عن حياتك، مش عايشة بكلاكيع جواكي. لما تبقي انتي نفسك، يعني انتي كده من غير ماسكات من غير تمثيل، تبقي حابة نفسك بمميزاتها وعيوبها، تبقي قادرة توصلي لقلبك وفطرتك الجميلة، تبقي قادرة تفهمي مشاعرك واحلامك ومعتقداتك وتسيطري انتي عليها عشان ما تعطلكيش. اما تعرفي تتعاملي مع اي متطلبات نفسية جواكي نتيجة ظروفك وتربيتك عشان تنجحي وتكملي ما تقفيش. اما تبطلي تعتمدي على اي سبب خارجي عشان تكوني مبسوطة.